من عربية هايبرسونيك المستوى الأول لعربية هايبرسونيك المستوى المليون. هايبرسونيك عنده عربية بمستوى ضعيف جدا وخسر السباق قدام هايبرشانسونيك، وحنضطر نطور مستوى عربية هايبرسونيك بتاعتنا لأعلى مستوى. يا ترى حنقدر نكسب الهايبر سباق وننقذ العالم؟ يلا بينا. طيب أهلا وسهلا بالجميع في الهايبر سباق النهائي. النهاردة كلكم وكمان الهايبرز جهزتوا عربياتكم ورفعتوها لأعلى مستوى عشان تتسابقوا في السباق النهائي اللي فيه الجائزة المغرية دي بقيمة 10 مليون دولار. فدلوقتي من فضلكم قدموا عربيتكم والمستوى اللي قدرتوا توصلوا في تعديلها. أنا هايبرشانسونيك وعندي أحسن عربية في التاريخ كله. أنا وصلت بيها للمستوى 999 ألف، يعني تقريبا مليون. أنا هايبر شادو وعندي عربية جامدة جدا من المستوى 100,000 اللي تقدر تقريبا على أي عدو. أنا هايبر ناكلز وعندي عربية عملاقة زي الدبابة، قوية وصلبة من المستوى 10,000. أنا تايز وجهزت العربية الجنب دي من المستوى 1000 تكريما لصاحبي سونيك. إيه رأيك فيها؟ مش بطل يا تايز، بس أنا شايفة إن عربية القتال بتاعتي هايبر إيمي من المستوى 100 أحسن. أنا يعني ليون تكريما لصديقي العزيز سونيك اللي هو مثلي الأعلى. جهزت عربية شبهه جدا مع إنها بس من المستوى 10. أنا مش ميكانيكي شاطر. وأنا هايبرسونيك، يعني مش عارف أشرح إزاي. عربيتي بس من المستوى 1، معرفتش أعمل أكتر من كده. بغالي كذا يوم بساعد الناس وبنقذهم تقريبا من غير ما آكل أو أستحمى. عشان كده أنا متسخ وما قدرتش أشتغل على عربيتي، بس ده مش هيمنعني إني عايز أكسب السباق ده عشان أدي الفلوس دي للناس اللي محتاجينها أكتر. واسكت بقى. مش فارق معايا إزاي عملت عربيتك، كلكم اتعرفتوا خلاص صح؟ يبقى ده وقت بداية السباق النهائي. في 3 2 1 يلا بينا. وبدأت السباق، وبكده يبدأ وقت تتويجي. بلف كده وبسرع كده. شوفوا كلكم السرعة اللي عندي. السباق ده بتاعي، أيوة. 10 مليون دولار دول هيبقوا كلهم بتوعي. هتشوفوا وهستخدمهم عشان أسيطر على العالم. استعدوا. استنى لحظة، ما تفتكرش إنك هتكسب السباق ده طول ما هايبر شادو بيتسابق فيه. بص، أنا ماشي بسرعة قد إيه بعربيتي اللي في المستوى 100,000. يمكن مش هوصل للمستوى العالي اللي عند هايبرشانسونيك، بس أيوة عندي مستوى عالي برضو وقدر أكسبه في السباق ده، خصوصا مع التربو الجامد اللي عندي ده. مش هسيبك تكسب السباق ده حتى لو أنا اللي لازم أنقذ العالم. استنوا لحظة، رايحين فين من غير هايبر ناكلز الرهيب؟ العربية العملاقة دي في مستوى 10,000، ولو مسكت أي واحد فيكو هتسحقه وتخليه عبينا. أنا اللي هفوز في السباق ده، والفلوس دي هستخدمها عشان أطور عربيتي وأخليها أكبر وأقوى. أيوة. استنوا لحظة، فاكرين نفسكم رايحين فين؟ أنا جاي وراكم بعربيتي اللي في المستوى 10. هايبر تايز جاهز لأي حاجة ومش هستسلم. يمكن عربيتي صغيرة ومدمجة، بس ده بيخليها أسهل في التحكم وأكثر رشاقة على الطريق. عشان كده هعمل كل اللي أقدر عليه علشان صديقي الرائع سونيك عشان نكسب. لو أنا كسبت هديه كل الفلوس عشان يستخدمها زي ما هو عايز، لأني دايما كنت واثقة فيه. عشان كده مش هستسلم وهخلي هايبر تايلز هو اللي يكسب. أيوة. إيه فاكرين نفسكم رايحين فين؟ لسه إيمي نقلتش آخر كلامها. لسه هنا بيتفان. أيوة، وهنا كمان. يمكن عربيتي تكون كبيرة شوية، بس هي مستوى 100 وتقدر تدوس أي عربية تانية تقابلها في الطريق. فاستعدوا لأني هأدي كل اللي عندي عشان أكسب السباق ده، ومفيش حد هيقدر يجاريني. أيوة. يا نهار اسود، عربيتي بس مستوى 10، بس أظني أقدر أضغط عليها عشان تكون أسرع حاجة ممكنة. كل اللي أتمناه إن سونيك كمان يكون أداؤه جامد بعربيته. دايما كنت معجب بيه، ولو هو وصل بعيد أو كسب السباق هفرح أكتر حتى من لو أنا اللي كسبت.
يلا يلا يلا، هنا باين إن عربيتي مستوى 10، لأنه مع إنها مش وحشة خالص بس فيها شوية عيوب جامدة. يلا يلا، ناوي أوصل لأبعد نقطة ممكنة، وهعمل كده علشان صاحبي سونيك. أنا جاي، وواثق إنه هو كمان هيوصل بعيد جدا. أيوة. إيه؟ استنى شوية، أنا أصلا لسه مركبتش العربية. ثانية واحدة هاجي. تمام، كله جاهز وحنبدأ. يلا يلا يلا، هدوس بنزين للآخر. يا خرابة، ده اللي بيحصل لما يكون عندك عربية مستوى أول، حتى لو كانت عربيتي هايبر سونيك. واضح إنها بطيئة جدا، أظن ما فيش أي فرصة إني أكسب. مع كده الحاجة اللي بتميزني إني عمري ما بستسلم، علشان صحابي وعلشان كل اللي وثقوا فيا في يوم من الأيام. هأدي كل اللي عندي، هحاول أكون الأفضل ومش هستسلم أبدا. عندي ثقة في نفسي وبصدق إني أقدر أكسب السباق. طيب يلا يا كل المتسابقين، تعالوا عند خط النهاية، احنا خلاص عندنا فائز. كنت ماشي كويس قوي، يا خسارة دلوقتي لازم أرجع عشان أروح هناك. كنت فاكر إن ليا فرصة وفجأة بقى في فايز، يا خسارة. طيب نشوف مين اللي كسب، يا رب بس ما يكونش شين سونيك هو اللي كسب. لا يا خسارة، ده مش باين عليه خير خالص. أيوة، سلموا على الفائز في السباق، يحيى شين سونيك، ألف مبروك. كانت سهلة وبسيطة، أخيرا النصر كله ليا، ودلوقتي هيبقى عندي 10 مليون دولار عشان أدفع للعبيد في كل العالم ويخدموني أنا. استنى هناك، أنا مستحيل أسمح بكده أبدا. قبل الفلوس دي ما تقع في إيدك عشان تدمر بيها العالم، بتحداك في سباق على الفلوس دي. انت بجد بعربيتك الغبية ان في المستوى الأول؟ عارف هقولك ايه؟ ماشي موافق، بس بشرط واحد. أي شرط؟ مفيش حاجة تخوفني منك يا فاشل، لأني أنا سباق حتى الموت، اللي هيخسر هيتدمر على ايد اللي هيكسب. طيب أقولها إزاي؟ طبعا موافق، بكرة هنا في نفس الميعاد، يلا نشوفك. يا نهار اسود، أنا عملت إيه؟ أنا ورطت نفسي جامد. بالعربية دي مش هقدر أعمل حاجة، هخسر، هموت. لا يا سونيك، أنت مش هتموت لأنك معاك دعمنا. أنا معجب بيك، دايما كنت معجب بيك، والشجاعة اللي عندك عشان تتحداه عجبتني جدا. عشان كده حاسب لك تستخدم قطع عربيتي اللي من المستوى 10 عشان تطور عربيتك. ايوه، واحنا الباقيين مجهزينك اختبارات عشان تتعلم تسوق العربيات احسن وتقدر تطورها اكتر كمان في المستوى. ايوه سوني، كلنا معاك وهنساعدك وهنعمل احسن عربية في التاريخ عشان نهزمه. اوعى تقلق، احنا اصحابك وهنساعدك تكسب المعركة دي. مين عارف، يمكن تكون أنت المختار اللي حيقدر يوصل لمستوى 1,000,000 في العربية الفائقة. يا جماعة أنا بشكركم كلكم بجد. دلوقتي هو الوقت إني أدمج العربيتين دول في عربيتي الجديدة الهايبرسونيك بمستوى 10. يلا بسرعة، من دلوقتي عندك بس 20 ثانية تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان ترفع مستوى عربيتي هايبرسونيك. وكمان لو كتبت في التعليقات كلمة هايبرسونيك ممكن يبقى عندك عربية جامدة زي بتاعته. يعني لو كنت مكانك كنت هستعجل، الوقت بيخلص. لا أيوة، بصوا الجنون ده، حتى شكلي العادي بتاع هايبرسونيك رجع. دلوقتي فعلا رجعت لنفسي ومستعد لأي حاجة. يعني يا إيمي، أنت متأخرة على اختبارك عشان أوصل للمستوى 100. هنشوفكم هناك يا شباب، أنا جاي بكل قوتي. أخيرا أنا هنا جاهز لأي اختبار هتعملي لي. حضري نفسك يا إيمي، يلا نشوف أنت قادرة على إيه. يا إلهي يا سوني، أظن إنك مش مدرك إيه اللي هيحصل دلوقتي. لو عايز تستخدم العربية الخارقة بتاعتي اللي في المستوى 100 وليها قوة تحمل رهيبة، لازم تعدي اختبار التحمل النهائي وتعدي من خلال مدمار الطواحين المدمرة. ده شكله صعب جدا، بس أنا هايبرسونيك اللي تحديت أشرس واحد فيهم. هايبرسونيك يعني مفيش حاجة ولا حد هيقدر يمنعني إني آجي واكسب. ده بتاعي. يا لهوي على الهبوط. طيب كل اللي عليا أوصل للنهاية وأخلي العربية الخارقة بتاعتي تستحمل ضربات الطواحين. بس لو قدرت أخلي ولا طاحونة تلمسني ساعتها
تمام، الخطة دي اتلغت خالص. هنروح للخطة بقى اللي هي حتى لو الطواحين خبطتني أحاول أرجع العربية وأظبط الوضع. بالطريقة دي هقدر. اللعنة جامدين قوي، بس يمكن لو أخدت سرعة من الناحية دي أقدر أعدي لحد هنا. واو بتهرب مش ببطل أتهرب. أيوة رهيب، اتقدمت كتير بفضل السرعة دي. ولا ده بس رجعني ورا. ودلوقتي يلا لازم أرجع للمكان اللي كنت فيه قبل كده. هنا بالظبط هتهرب من شفرات الطواحين. يلا نرجع نسيطر على الوضع. دلوقتي أيوة بعدل نفسي شوية وماشي لقدام. أيوة أنا محافظ على القوة والطاقة لا، اتضربتي من كل ناحية. إيه ده؟ ومن الناحية التانية كمان. يلا دلوقتي لازم أكمل. الموضوع صعب جدا، بس طول ما العربية مستحملة أنا أقدر أعملها. أيوة شغلت التربو بتاع العربية وماشي بأقصى سرعة. بكع بتعرض لخسائر بس مش هستسلم أبدا. أيوة شوفي السرعة اللي أنا فيها، هحطقها. أيوة لا، كنت فاكر إني خلاص عملتها، بس يعني شخصية هايبرسونيك هي إنها ما تستسلمش. لا، مع إن الدفعة دي ساعدتني أتحرك شوية لقدام. بس لسه بيتخبط فيا. بس لحظة، ممكن أستغل الفرصة دي من الجنب؟ أيوة، من هنا عندي فرصة. أكمل لحد الآخر وأعمل حاجات كبيرة. لا، أنا خلاص قربت أوصل لنهاية المضمار. كل اللي عليا أكمل شوية كمان. يلا بينا ضربة تانية. هحاول أخلي الضربة دي تدفعني لقدام. بالظبط كده، وبالطريقة دي لما أسرع شوية أقدر أوصل للنهاية. أيوة المهمة تمت. لا مش تاني. مع إني لحظة شكلي كده. يا رب أنا فعلا عديت كل الطواحين. أيوة عشان كده إيمي ركزي كويس في ده. فخاخك الغبية ما قدرتش توقع لا عربيتي ولا إرادتي الحديدية، فأنا أعتقد إني دلوقتي أستحق عربيتك اللي في المستوى 100. صح؟ ده كان فعلا مزعج يا هايبرسونيك، لازم أباركك لك. دلوقتي تقدر تستخدم عربيتي فائقا في المستوى 100 عشان تطوع عربيتك، وبعدين روح لتايز عنده اختبار أصعب بكتير ليك. أيوة كده أنا مبسوط. شوف أنا هخلطهم إزاي وهعمل عربية هايبرسونيك حقيقية في المستوى 100. سيكانسيين. أيوة شوفي العربية الجامدة دي يا إيمي. بالعربية الفائقة دي أقدر أعمل حاجات جامدة أوي. فبإذنكم أنا رايح دلوقتي على حلبة تيلز أشوف حضر لي إيه. أيوة، وأخيرا أنا هنا جاهز لأي حاجة هتحصل. أيوة يلا بينا يا سونيك، أهلا بيك في الاختبار الكبير اللي هيحدد إذا كنت تقدر ترفع عربيتك للمستوى الألف ولا لأ. لأنك علشان تعمل كده لازم تعدي الاختبار الخطير ده اللي هنختبر فيه سيطرتك على المسارات المتجمدة اللي هتخلي عربيتك تزحلق، ولازم علشان توصل ليهم تعمل لفة الموت بعربيتك. يا سلام المنظر رهيب. طيب ليه ما نبدأش؟ أنا ناوي أعدي الاختبار ده. هسيطر على عربيتي هايبرسونيك بمستوى 100 وبكده هطوره لحد المستوى 1000. يلا بينا يا تايلز، حضر نفسك لأني جاي بكل قوتي. مش هتعرف تغلبني، هعدي الاختبار ده. يلا بينا. أيوة أنا هنا من غير ما أقع في الفراغ. برجع أتحكم في الوضع وبستعد عشان كده. الطلعة الجامدة دي. واو إيه ده؟ يلا بينا شوف السرعة في الهواء. هنزل على الأرض. تمام، وعديت الرامب الكبيرة دي بسهولة. أيوة يعني الاختبار ده كان بسيط جدا. الاختبار الحقيقي هيبدأ دلوقتي مع المسارات المتجمدة اللي هتخليني أفقد السيطرة. فاستعد يا تايلز، عربيتي هايبرسونيك جاهزة تدي كل اللي عندها. يلا بينا، يلا بالراحة كده، من غير ما أسرع قوي، من غير ما أفقد السيطرة. تمام، دلوقتي أظن إني فقدت السيطرة شوية، بس يمكن حتى وأنا مقلوب أقدر أعمل كده.
واو واو واو. يلا بينا يلا، لازم أرجع أسيطر تاني. أيوة بالظبط كده، تمام. لسه بهبط بوقع، مستحيل أوقف ده. يا نهار أبيض، أهو أنا. أيوة قدرت أوقف تقريبا في نص الطريق، بس دي مجرد البداية. لازم أبدأ، فهسرع وهديها جامد. يلا بالراحة بالراحة، خلي بالك هنا كمان. لا فضلت ماشي بالسرعة دي أنا فعلا بدأت أفقد السيطرة. يا نهار أسود، أنا مش عاجبني كده خالص. الموضوع بيبقى أخطر وأخطر، ودلوقتي العربية اتقلبت بيا. إيه ده؟ أنا عديت 2 مرة واحدة. أنا مش مرتاح كده، بس لازم أحاول أسيطر. يلا أنا أقدر أعملها. أنا هايبرسونيك، ولو في حد يقدر يكسب التحدي ده حتى وهو فاقد السيطرة يبقى أنا. يلا. الهبوط ده كويس. يلا دلوقتي لسه مكمل هنا، بنزل وبظبط العربية. تمام. ومن الناحية دي لا مش ممكن أسمح لنفسي أنا خلاص قربت قوي. حتى لو فقدت السيطرة، هايبرسونيك عمره ما بيبطل يسوق كويس. لا مش كده، كانت صعبة. بس إيه رأيك يا تايلز؟ أنا عملتها، وأهو أنا هنا في الآخر. واو سونيك، أنا فعلا مندهشة، كانت حاجة مجنونة. دلوقتي تقدر تستخدم عربيتي السوبر من المستوى 1000 عشان تطور عربيتك. وبعدين لازم تشوف ناكلز، أظن إنه محضر لك اختبار صعب جدا. ده مش فارق معايا. دلوقتي جه وقت عربيتي هايبرسونيك من المستوى 1000. ها؟ أيوة، بص على العربية الجبارة دي من المستوى 1000. كده بجد يا تايلز، ألف شكر. بس هديها سرعة جامدة عشان أروح لناكلز. أيوة ده شيء رهيب. وأهو أنا هنا. أيوة جاهز تماما لأي حاجة حضرتيها يا ناكلز. بصراحة شكلها معقد جدا. ايوه يا سونيك، اهلا بيك في اختبار ناكلز الكبير اللي هتتعلم فيه ازاي تقيس قوة عربيتك والخوف كمان. عشان تهزم سونيك دوت اكس اي شين سونيك لازم تتحكم كويس جدا في خوفك، وعشان كده انا عملت لك المضمار الصعب ده اللي فيه حياتك على المحك في كل لحظة، ولازم تثبت قيمة وقوة عربيتك. لو قدرت توصل لحد عندي هتكون تستحق عربية من مستوى 10,000. خلاص مفيش كلام تاني، أنا جاي بكل قوتي. وقت إني أعدي الاختبار ده واصنع تاريخ. يلا هقفز من هنا وهنا ودلوقتي من هنا كمان، وأنا بستعمل التربو بتاع عربية الجامدة هايبرسونيك من المستوى 1000. دلوقتي الموضوع شكله صعب، بس لو في حد يقدر يعملها أنا أقدر بعربيتي. يلا كنت بس محتاج أستنى اللحظة المناسبة، وأيوة حتى أضبط العربية عشان أنزل هنا. ويلا كل ده بس ساعدني أعرف طريقي. دي واحدة من أصعب التحديات اللي شفتها، بس لو في حد يقدر يعملها هو هايبرسونيك بعربيته اللي في المستوى 1000. أيوة يلا أنا داخل بكل قوتي. الانفجارات مش بتخوفني، هعديها بسهولة. تمام، هنا في انفجارات كتير، الرؤية تقريبا مش واضحة، بس لو زودت السرعة أقدر أدخل الأنبوبة. تمام. كل اللي علي أعمله إني أحافظ على سرعة ثابتة. بالطريقة دي هعدي الاختبار ده وهقدر أوصل لأعلى مكان. يلا ركز معايا كويس يا ناكلز، دي قوة عربيتي. أيوة أنا هنا، هبوط شبه مثالي، ودلوقتي وقت أطلع الطلعة. أنا هنا، أيوة، ودلوقتي وقت أنزل منها وأعمل قفزة مثالية. أنا هنا صعب شوية أتحكم في العربية وأنا في الهواء، بس فيها الجناحات دي والتيربو اللي بيساعدني. دلوقتي لازم أعدي من القلعة الغريبة دي. ماشي، أقدر أعملها لسه أظن. دلوقتي يلا، ودلوقتي جامد. كل اللي محتاجه أستنى اللحظة الصح عشان أدخل كده مثالي. لحد دلوقتي أنا ماشي كويس قوي وأقدر أوصل بعيد. دلوقتي كل اللي عليا أتحكم وأفضل هادي. يلا هطلع من هنا، أنا داخل على آخر جزء في الاختبار، ودلوقتي هو الوقت اللي لازم ما أخافش فيه. تمام، هلف من هنا كويس قوي وماشي. هضطر أستخدم التيربو بتاعي. يلا بينا. أنا هنا. يا رب العربية هتتدمر كده. لازم أقدر أستخدم وأتحكم كويس جدا. بالظبط كده،
عشان أطلع من هنا وأستخدم التيربو. يلا يلا يلا. أيوة، كانت صعبة بس مش مستحيلة. دلوقتي الأنبوبة دي شكلها مش هتخرج، فهلف حوالينها، هلف من الجنب. يلا يلا بالراحة. الكور دي شكلها خطيرة جدا، لازم أفضل أتفاداهم. أيوة، دلوقتي أقدر أعملها صح. بسرعة جامدة، هطلع هنا. يلا يلا. ممتاز، مفيش حاجة تقدر توقفني، أنا جاي بكل قوتي. واو واو واو، إيه ده بقى؟ يبدو إنك تقدر تعدي في اللحظة المناسبة. بس يعني بالضبط هناك، اللي بعده هناك بالضبط، واللي بعده هناك بالضبط، وخلاص. واللي بعده هدخل من النص. يلا بينا، يلا همسك في الحيطان. هو ده هو ده، أنا بعملها جامد، أنا سايق على الحيطة. ده فعلا مواجهة مخاوفي، والباقي كله هزار. يلا يلا يلا. أيوة، عمري ما كنت أتخيل إني أعمل كده، بس التحدي تعدى يا ناكلز. ودلوقتي المراوح دي دلوقتي ما بتأثرش فيا، لأني في التحدي مع إيمي قدرت أواجههم، وشوفت إنهم مش هيقدروا يدمروني. عشان كده جيت من هنا دلوقتي. أيوة، بتجنب الوقوع وبطلع من هنا بكل قوتي. أيوة، الهبوط كان غريب شوية بس نجحت، وها أنا هنا يا ناكلز. إيه رأيك في اللي حصل ده؟ ايه رأيي؟ ده كان مذهل يا سونيك، عملتها بشكل رائع وتستحق عربيتي من المستوى 10,000، فخدها وروح عند شادو، لسه في شغل لازم نعمله. انت فاهم كتير يا ناكلز، بعد اللي حصل ده عربيتي هتبقى من أسرع وأقوى العربيات في العالم، عربية هايبرسونيك مستوى 10,000. لبينا. أيوة، شوف الجنون الحقيقي ده. شكراً على كل حاجة يا ناكلز. دلوقتي هروح مع شادو عشان أرفع مستوى عربيتي لحد 100,000. وها أنا هنا يا شادو. إيه اللي حضرته لي؟ أياً كان، ناوي أدمره بعربيتي الجبارة اللي في مستوى 10,000. اللي حضرته لك يا سونيك هو اختبار السرعة النهائي في مضمار فيه كل أنواع التحديات. لو قدرت تتخطى كل ده هتكون جاهز تمتلك عربية بمستوى 100,000، وكمان مستعد للسباق النهائي ضد شين سونيك. يلا بينا. ما تشكش فيا يا هايبر شادو، هعملها أسرع من أي حد وهوريك إني أستحق. يلا يلا. أيوة، الأول لازم أعمل اللفات دي. خلاص هعملها، مع إني واو مش سهلة زي ما كنت فاكر. زي ما توقعت لازم أفضل كده وكده. تمام، يلا يلا. دلوقتي هطلع لفوق هنا. تمام، أقدر أتحكم في هبوط العربية تقريباً. أيوة، دلوقتي هديها كل اللي عندي، بدوس بنزين من غير توقف. واستنى لحظة، واو غيرنا المشهد. تمام تمام تمام، ده عاجبني. لازم أكون أسرع ما يمكن في أماكن مختلفة، دي تجربة أكيد. هجهز نفسي عشان أهزم هايبر شين سونيك. يلا يلا. أيوة، قفزة جامدة. تمام، أنا ماشي كويس هنا. ممتاز، وهنا كمان. أيوة، ودلوقتي ظهرت هنا. يلا بينا كده. تمام، يلا يلا. لازم ألف أكبر عدد ممكن من اللفات، يبقى هعمل كده من غير أي مشكلة. أيوة، يلا يلا. دلوقتي من هنا، ولما أخد القفزة دي أوصل للناحية دي. نزلة تانية، ده عجبني. هسرع، هديها جامد، ولازم أدمر العقبات دي. يا سلام يا سلام، فعلا العقبات دي جامدة، بس أقدر أعديها لو مشيت بسرعة. واو واو واو، هنا زودتها شوية. يلا يلا، هعدي من دول. ويا سلام، الموضوع بيبقى أصعب وأصعب مع العقبات دي، بس مش مهم لأني هديها جامد. أيوة، قفزة جامدة. واو واو واو، هبوط مثالي. أيوة أيوة. ودلوقتي هكمل للآخر بكل قوتي بسرعة. واستنى، دي سهم. لا لا لا، فرملة. يا سلام، كنت بتحاول تضحك عليا يا شادو، كان لازم أرجع ورا. دي تجربة كويسة جدا بتساعدني أكون جاهز للسباق النهائي. أيوة، ودلوقتي هكمل من هنا. يلا يلا. بالطريقة دي أنا مش ممكن حد يوقفني. ودلوقتي إيه ده؟ طيارات. ماشي ماشي. صعب عشان بتحس إنك هتقع في أي لحظة ولازم تفضل نازل لتحت، بس أنا هنا. أيوة، وبنتقل للمكان اللي بعده. يلا يلا. أيوة، اللفة، وأنا هنا بمسك الطلعات السريعة دي.
ودلوقتي لتحت لتحت. واو واو، هبوط مثالي. وباخد بوابة النقل دي، ويا سلام، بظهر هنا مع اللي شكله القفزة. أكيد، أيوة 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 أيوة، قفزة جامدة. واستنى كمان، الهبوط اللي جاي برضو رهيب، وخط النهاية، يعني أنا هنا. إيه رأيك يا شادو؟ دي كانت إثبات لشجاعتك، وإنك فعلا تستحق يكون عندك عربية هايبر من مستوى 100,000. يلا تفضل، استخدم عربيتي واصنع التاريخ. أكيد هعمل كده. شوف عربيتي الهايبر من مستوى 100,000. شوف الجنون ده يا شادو. بالعربية دي هقدر أهزم شين سونيك حتى لو مستواي أقل. شكرا على مساعدتك، وهنشوفك قريب. لازم أخلص على هايبر شين سونيك. أيوة، وأهو أخيرا وصلت. جه اليوم بتاع السباق النهائي، ومش ناوي أفشل. هنشوف. العربية بتاعتك لسه أقل من بتاعتي. طيب، من غير أي تأخير، جه الوقت نبدأ. مين هيكسب 10 مليون دولار؟ هايبر شين سونيك بعربيته اللي مستواها 100,000، لا آسف، تقريبا مليون. مفيش هايبر سونيك. ايه فايدة عربية مستواها بس 100,000؟ فاكرين ان السباق ده سباق حتى الموت، وهيبدأ في 3 2 1. يلا نجري. أنا ماشي يا فاشن، مستحيل تلحقني. سرعة هايبر شين سونيك أعلى بكتير من أي حد تاني. ده يوم تتويجي، هتشوف أنا أقدر أعمل إيه يا كبراز. بص على المنعطف ده، وبص على الخط المستقيم ده. دي فعلا السرعة القصوى. أنا هكسبك وهدمرك يا سونيك. لا، اللعنة سبقني في البداية. بس يلا، أقدر ألحقه. أنا عارف إني أقدر. حتى لو العربية دي بس من مستوى 100,000، أقدر أهزمه وأقدر أكسب السباق ده. يلا، أنا بدأت أفقد السيطرة شوية من التوتر. واضح إن عربيته مجهزة أكتر من عربيتي، بس برضو مش هستسلم. لازم أديها كل اللي عندي وأدوس للآخر، عشان عربيته أعلى في المستوى. يلا بينا، هدوس بالتيربو للآخر. أيوة، هكمل للآخر، ومش فقدت السيطرة. لا، يا نهار أسود، خرجت برا للمدمار والعربية تعورت. دلوقتي بقت العربية مش قادرة تمشي استنى، اللي هناك ده مش قادر أصدق. الحلبة دي عايمة في الهواء عشان قوة الزمرد الرئيسية هي اللي شايلها. بيقولوا إن الزمردة دي عندها قوة أكبر بكتير من أي زمردة تانية. فجات لي فكرة، هحاول أحط عربيتي فوق الزمردة. أهو أنا فوقها. تمام، أظن ده الوقت المناسب. هحاول أمتص قوة الزمردة عشان تديني عربية أقوى بكتير. دلوقتي أو أبدا، يلا بينا. أيوة. إيه ده؟ أنا عندي عربية بمستوى 1,000,000. دلوقتي أقدر أخد المطب ده وأدخل السباق بقوة. حتى شكلي اتحسن. ده جنان. خد دي يا هايبر شين سونيك، أنا سبقتك، ودلوقتي جه وقت أسيبك ورايا. بس هو جاي بينزلق، بس ده مش هيوقفني يا صاحبي. بص، السيطرة الرهيبة اللي عندي على عربيتي، والسرعة اللي أقدر أوصلها، والقوة، كله بيكمل بعضه. وكل ده بفضل قوة زمردة الفوضى الرئيسية النهائية. دلوقتي أقدر أسرع واسيبك ورايا يا غبي. هخلي من المستحيل إنك تقرب مني، وطبعاً هخلي من المستحيل إنك تكسب. انت قلت إنك عايز سباق حتى الموت. في الآخر اللي هيموت هيكون حد تاني. شوف اللفة دي. أيوة، يلا. دلوقتي لازم أستغل الفرصة وشغل التيربو كله. ألف هنا بحذر، أكمل بالطريقة دي. أيوة، شوية كمان. ودلوقتي الخط المستقيم الأخير. شوف لو هتعرف تمسكني وأنا بأقصى سرعة. أيوة. يعني يا صاحبي، أظن إن المعركة دي كان ليها فايز واضح جدا، والسباق أكيد بتاعي. أنا وصلت لعربيتي هايبر سونيك اللي بمستوى 1,000,000، وشكلي كمان اتطور. عندك أي كلام أخير؟ استنى يا سونيك، ممكن نبقى أصحاب ونقسم الفلوس؟ لا، لأني مش عايزه علشان أستعبد الناس.
أنا عايز الفلوس علشان أساعدها، فامشي من هنا. مع السلامة يا فشل، أتمنى ما أشوفكش تاني أبدا. دلوقتي هاخد كل الفلوس دي للناس اللي محتاجينها أكتر، أصحابي وكل اللي ما عندهمش، لأني دلوقتي عندي عربية هايبرسونيك من المستوى 1,000,000، ولا حاجة ولا حد هيقدر يوقفني. أيوة.